ازيكم عاملين ايه؟ ان شاء الله تكونوا بخير وعلى خير دايما يا رب. اهلا وسهلا بيكم في قناتكم اختيارات ماما زكية. النهارده اخترت لكم فكرة حلوة جدا، مش عارفة ليه الفكرة دي لحد دلوقتي ما انتشرتش وما بتطبقش عندنا هنا في مصر. ليه؟ لان الفكرة دي اولا موفرة جدا للمية، ثانيا بتديكي زرع في وقت قصير، يعني الدورة بتاعت اي محصول شهر، وفي نفس الوقت ما بتحتاجش ميه كتير، ودي اهم حاجه، بتحتاجش ميه خالص اصلا، ودي اهم حاجه لانها بتعتمد على كميه الميه اللي هي بتتحط تحت في الوعاء الكبير ده، وبتحط لها الاسمده والمغذيات الضروريه لتغذيه النبات. وزي ما انتم شايفين بتركب بمضخه وبتفضل شغاله طول الفترة اللي بيبقى فيها طريقة النمو بتاعة الزرع. دي حاجة. الحاجة التانية هي زراعة عمودية، ما بتعتمدش على التربة خالص، فما بنحتاجش ان احنا نرش مبيدات، ما فيهاش اي رش لاي مبيدات، ما بنحتاجهاش. اولا ما بتحتاجش مجهود، ما بتحتاجش اضاءة الشمس. ممكن زي ما انتم شايفين كده عاملينها داخل صوامع. ما بتحتاجش مساحة كبيرة ومع ذلك بتدي انتاج كبير. ما بتحتاجش شغل كتير، يعني ما بتحتاجش عمالة، ما بتحتاجش تعب ومراعاة. بالعكس، انتوا بتحطوا الشتلات بتنمو زي ما انتوا شايفين، بتاخد كل غذائها من المية اللي مذاب فيها المواد اللي بتساعد على تدي للنبات كل التغذية اللي هو محتاجها، وبس بتكبر وبتحصدوها. قدروا يزرعوا اكتر من نوع من الزراعات، كرنب، ارنبيط، كله هتشوفوا حاجات كتير قوي، يعني زرعوا كل حاجة تقريبا، حتى الفراولة، الخيار، الفاصوليا، اللوبيا الخضراء، والخضار بيطلع اورجانيك حلو، يعني مش مرشوش، مش متعرض لأي عوامل خارجية، بيطلع عضوي، يعني فاهميني، بيطلع عضوي. ويبدأوا بالشتلة اللي انتوا شايفينها دي وبيحطوها. اللي أجمل من كده انه في ناس ابتدت تجيب عواميد من دي، بتتباع على فكرة في الأماكن اللي بتبيع الحاجات الزراعية، بس في الخليج شفتها وكده. معرفش في مصر، عايزة أبحث في مصر ممكن تكون بتتباع فين. يعني بصوا دي طماطم، في ناس ابتدوا يعملوا مثلا تحط ممكن تحطي 3 4 عواميد من دول لو عندك بلكونة، بأي مساحة ممكن تحطيها وتزرعي، لو انت من الناس اللي بتعشق الحاجة الأورجانيك. وكمان غير كده انت بتحبي كمان ان انت تاكلي حاجة من ايديكي، وتوفير كمان، توفير رائع يعني مثلا تعملي طماطم وتخزنيها، تعملي يعني مثلا في ناس ابتدت تعملها في البلكونات، اي مساحة موجودة فوق سطوح تبقى ممتازة من غير ما تأثر على عشان الناس بتخاف على الاساس بتاع العماير، من غير ما تأثر على اساس العمارة او اساس البيت. تعمليها فوق سطوح، بص الارض تحتيها نظيفة زي الفل. ممكن تعمليها في حتة عندك جنينة خارجية، في منور البيت، في اكتر من مكان. يعني ممكن كمان لو مطعم وحابب حاجات اورجانيك دايما تبقى متوفرة عنده، ممكن يعملها مثلا في مكان يكون متوفر عنده بجوار المطعم او كده. فلفل، بص ده عمل بقى كام نوع خيار، ده الحصاد بتاعه اكتر من نوع خيار، يعني اللي هو لان هما بيجيبوا الشتلات بقى اللي عاجباهم بقى يزرعوها. في طبعا اماكن بتبيع الشتلات دي، وزارة الزراعة تلاقوا فيها كل انواع الشتلات اللي تخطر على بالكم تخطرش على بالكم. تركيبها سهل، بص المساحة قد ايه، يعني المساحة اللي هو عملها دي فيها ال4 عمدان دول. لو عندك منور ولا حاجة ورا البيت ولا بتاع وعملتيها، دي تديكي كل اللي انت محتاجاه في الخضار، يعني اكتفاء ذاتي رهيب. الشتلات بتتجاب من وزارة الزراعة مرة واحدة، بتحطيها وبتحطي المية، وبتحطي المواد اللي بيبقوا كمان قايلين لك ازاي تحطيها وازاي تدوبيها على كام لتر مية وتحطيها.
اللي هي المواد التغذية، وتحصدي بقى براحتك بقى وتخزني. دي لوبيا، اللي هي عارفين اللوبيا بعين سودا وهي خضرة، جميلة دي تحفة. اكلتها مرة واحدة في حياتي. اللوبيا معين سودا وهي خضرة جميلة. اهو بس تركيبها سهلة قوي قوي. المية دي بتفضل كده تتضخ، وتحط زي ما انت شايفة اي نوع من انواع الشتلات، وبتطلع في منتهى الجمال. هي المدة كمان بتبقى شهر، يعني اقصى حاجة شهر، والانتاج مثالي وبيبقى كبير وحلو. ليه بقى؟ لان هم حاطين طبعا في المواد التغذية اللي هم عاملينها، المواد اللي بتغذي النبات، حاطين كل حاجة ممكن يكون محتاجها النبات من معادن ومن يعني تغذية ليه. حتى الحاجات المعقدة يعني عاملين حاجات تطلع الحاجة بيرفكت، ممتازة. ده المستقبل، وده اللي كله بيتجه له دلوقتي. وعايزة اقول لكم ابتدت تنتشر جدا في ماليزيا، وفي الخليج ابتدت تدخل في الخليج بشكل قوي، عشان هناك المية وكده ودرجات الحرارة. واحنا ابتدينا يعني خلاص عندنا يعني بقى لنا فترة عندنا يعني المية قليلة عندنا، مش مية كتير. عايزين نحافظ كمان على المية الموجودة. الناس كلها عايزة تزرع، فسهل جدا. مش محتاجة كمان يبقى عندك خلفية بالزراعة قد ما انت محتاجة ان انت تشوفي وتتعلمي، والموضوع بسيط ومش محتاج اي مجهود يعني زي ما بيقولوا. كمان هتبقى فكرة مشروع، ومشروع حلو جدا ومربح لأي شاب عايز يعمل مشروع يكون برأس مال مش كبير، يقدر يعمله ويعمل خضار حلو جدا، ويفرزه بقى يبيعه زي ما هو. هي بتوريكم طريقة كمان عمل الشتلات بنفسها يعني. كل ده في وزارة الزراعة تقدروا تجيبوه وبأسعار سهلة جدا، مش أسعار خرافية ولا الكلام ده كله. هي بس الجهاز ده اللي هم بيركبوا فيه، هو أنا معرفش بيتباع هنا في مصر ايه، لكن أي مهندس من المهندسين بتوعنا الشباب يقدر يعملهن في 5 دقايق، لأن فكرته في منتهى البساطة. وشفت فيديوهات ناس عاملين نفس الفكرة دي، بس عاملينها في حاجات يعني ايه، زي جرادل كبيرة كده، يعني حاجات ايه بدائية شوية. وبرضو اللي هو الزراعة بالماء، اللي هو الزراعة في الماء او الزراعة العضوية، عاملينها بطرق تانية بمنتهى البساطة يعني. وشفت شاب في ماليزيا عملها على، عارفين المواسير اللي هو السباكة التخينة، جابها كده بدل ما هي عمودية خلاها بالطول بشكل كده زي السلم تدريجي، وخرم الأخرام بمسافات متساوية، وعمل نفس الفكرة ووصلها برضو بخرطوم بنفس الفكرة. هو اللي عملها يعني، هو اللي نفذ الحاجة دي. وشفت ناس عاملينها في، عارفين البوكس اللي هو الدور، اللي هو القارورة بتاعت الماء الكبيرة دي، قارورة المية، خرمينها كده من النص وعملوها استزراع مائي برضو، يعني عملوا فيها خرام وميلوها على جنبها وعملوا فيها. يعني شفت أفكار كتيرة لحاجات بسيطة بتتعمل يعني. وتنفع كمان للناس الكبار في السن. يعني انت لو كبيرة في السن مش محتاجة منك بقى مجهود، ولا التربة ولا تعرفة ايه، ولا الكلام دوت، ولا تنضفي تحت الأثار، ولا الكلام ده كله. كل اللي تحطيها في البلكونة مراعاتها سهلة جدا، ما بتبهدلش حواليها، وسهل جدا، وتفرحي كده بشكل الخضار وتفرحي بشكل الحاجة، وتديكي انتاج اورجانيك حلو، خصوصا البروكلي والحاجات اللي بتقاوم الامراض السرطانية بعد سن 40. دي تبقى ممتازة، هتبقى ممتازة جدا. حاجات الناس اللي عايز تاكل حاجات طبيعية، حاجات اورجانيك، يفرحوا بيها، ينبسطوا منها،
تبقى برضو حاجة لطيفة كده لما تلاقي نفسك بتعملي حاجة برضو تنفع للناس الكبار في السن قوي. ففكرة عجبتني بصراحة جدا وتحمست لها قوي. وادعوا لي ربنا يرزقني بمكان يكون في بلكونة كبيرة او مكان يكون في مساحة. يعني بصوا دول عاملينها ازاي، بصوا سهلة جدا يعني، ما بتاخدش مساحة خالص، ما بتاخدش مساحة خالص، بتدي الخضار مش مرشوش، خضار جميل قوي. بص الخضار طالع تحفة، بيرفكت يعني زي ما بيقولوا، طالع زي ما قال الكتاب. وانتشرت جدا وابتدت يعني يبقى ناس كتير قوي بينفذوها. اتمنى يا رب ينفذوها هنا في مصر، واتمنى انا كمان يبقى عندي مساحة ان انا اعملها. والله تبقى فكرة حلوة جدا وجميلة و... وتبقى ممتازة بصراحة. اكتبوا لي في التعليقات ايه رأيكم في الفكرة دي، ولو انتوا عندكم مساحة تقدروا تنفذوها ولا لا، وما تكسلوش. على فكرة في فيديوهات بقى، لو انتوا رحتوا وشفتوا الفيديوهات دي هتلاقوا عاملين فلفل وعاملين بروكلي وعاملين قرنبيط وعاملين بتنجان الوان واشكال وعاملين حاجات كتيرة جدا. فاتمنى الفيديو يعجبكم، ما تنسوش تعملوا لايك وشير، واكتبوا لي لو عجبتكم الفيديوهات اللي فيها افكار جديدة وافكار مختلفة. بحبكم جدا في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.